السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على صفحتكم وقناتكم الزعيم كار. معانا النهاردة تشكيلة كويسة جدا من العربيات المستعملة الأوتوماتيك والمانيوال. الأسعار معانا النهاردة بتبدأ من أول 30,000. جايب لك كمان أوتوماتيك بأسعار كويسة ومانيوال. أهم حاجة طبعا، أهم من السعر كمان، تفحص أي عربية كويس جدا سواء بفني أو بمركز معتمد علشان تبقى مطمن. تاريخ عرض حلقة النهاردة 20/1/2026. جميع أرقام التليفونات بتاعت أصحاب العربيات هتلاقيها في وصف الفيديو أو في أول تعليق تحت الفيديو على طول. كل اللي عليك بس تكمل معايا الفيديو للنهاية عشان تشوف العربيات اللي فيهم اللي تناسبك، وبعد كده تتواصل مع صاحبها على طول. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف مع بعض مواصفات العربيات، ولكن ما ننساش أهم حاجة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معانا فيات شاهين موديل 2006، العربية مانيوال، رخصتها سارية سنة ونص، مرور برج العرب، بطارية جديدة، إزاز كهرباء، كاوتش جديد بالكامل، رشة من بره كلها نظافة. حالة العربية كويسة جدا، صاحبها بيقول لك مش محتاجة أي مصروف، وده برضو اللي هتتأكد منه وقت المعاينة. العربية برضو جاهزة للشغل أو الاستخدام البيتي. معاينتها إن شاء الله هتبقى في البحيرة، طبعا في مركز كفر الدوار. دواخل العربية كلها فابريكا ورشة كلها من بره. فيها الفرش الأصلي بتاع الفابريكا. مطلوب فيها 125,000، كمان السعر ده قابل للتفاوض إن شاء الله وقت المعاينة. يبقى زي ما قلنا شاهين موديل 2006، العربية مانيوال، فيها رخصة سنة ونص، مرور برج العرب. معانا بقى بعد كده دايو نوبيرا 2 موديل 2004، جايبالك النهارده كاملة أوتوماتيك، فيها رخصة سنتين ونص، مرور الإسكندرية. التكييف بتاع العربية شغال ولكن محتاج يتشحن فقط. معاينتها برضو ان شاء الله هتبقى في الاسكندرية. موتورها 1600 سي سي، فيها فرش جلد ممتاز على الكراسي، فيها باور واربعة ازاز كهرباء، مرايات العربية برضو كهرباء. السعر بقى المطلوب فيها 210,000، زي ما قلنا العربية 2004 اوتوماتيك، رشة من بره كلها، وموتور العربية ممتاز جدا، صاحبها مغيرلها شورت بلوك. معانا بقى بعد كده فيات 128، عربية كويسة جدا وسعرها ممتاز، طبعا عربية تحميك من البرد بتاع الشتاء. العربية موديل 83، طبعا رشة بره وجوه، مكنة وفتيس وعفشة كويسين جدا، والكبالن برضو بتاع العربية ممتازة. صالون العربية كويس جدا، طابلوه، كل حاجة في العربية شغالة. موتورها 1100 سي سي، فيها كاوتش تيوبلس جديد، صاحبها بيقول لك العربية كويسة وما فيهاش أي لحمات ولا أي برومة نهائي. مرور حدائق الأهرام. معاينة العربية إن شاء الله هتبقى في حلوان. جايب لك بقى النهاردة سعر العربية كويس جدا، مطلوب فيها 30,000. زي ما قلنا العربية فيات 128 موديل 83، ومعاينتها ان شاء الله هتبقى في حلوان. معانا بقى بعد كده هيونداي ماتريكس، العربيه كامله اوتوماتيك موديل 2006، رشه من بره كلها دواخلها زيرو. موتور وفتيس وعفشه بتوع العربيه كويسين جدا. فيها رخصه 3 شهور، مرور طنطا محافظه الغربيه. صاحبها بيقول لك العربيه مش محتاجه اي مصروف، برضه متاح الفحص في اي مركز. موتور العربيه 1600 سي سي، فيها 4 ازاز كهرباء وباور وسنتر وتكييف. معاينه العربيه ان شاء الله هتبقى في تلا في محافظه المنوفيه، طريق طنطا شبين. تكييف العربية محتاج يتشحن. مطلوب فيها 330,000، صاحبها بيقول السعر ده نهائي، زي ما قلنا العربية 2006 كاملة أوتوماتيك. نيسان صني ان 16، العربية موديل 2012، كاملة أوتوماتيك، الشكل القديم. دواخل العربية كلها فابريكا ورشة كلها من بره ما عدا السقف فابريكا. مرور كفر صقر محافظة الشرقية، رخصة العربية هي المنتهية. فيها 4 ازاز كهرباء وباور وسنتر وتكييف، وتكييف العربية شغال زي الفل. كمان السعر بتاع العربية ان شاء الله اللي احنا هنقوله قابل للتفاوض البسيط وقت المعاينة. ومعاينة العربية ان شاء الله هتبقى في المنصورة في محافظة الدقهلية. فيها الفرش الأصلي بتاع الفابريكا، حالته كويسة جدا، ماشي على العداد 192 ألف كيلو. موتور العربية 1600 سي سي. السعر بقى المطلوب في العربية 310,000. طبعا زي ما قلنا العربية موديل 2012 كاملة أوتوماتيك، وصاحبها بيقول لك السعر ده إن شاء الله هيبقى قابل للتفاوض البسيط وقت المعاينة. فيها التمبرا موديل 99، العربية مانيوال، رشة من بره كلها، ودواخل العربية برضو فابريكا، فيها بس قايم يمين خلفي هو اللي راشش. موتورها 1500 سي سي، فيها رخصة سنة، لسه نقلة ملكية، العربية مرور بنها. كمان السعر بتاعها إن شاء الله اللي احنا هنقوله هيبقى قابل للتفاوض. العربية كاوتشها كويس جدا، فيها فرش جلد على الكراسي، 2 ازاز كهرباء امامي والاتنين اللي ورا اوكر. طبعا زي ما قلنا العربية رشة كلها من بره ودواخل فابريكا، فيها بس قايم يمين خلفي هو اللي راشش. طبعا العربية موديل 99 مانيوال، مطلوب فيها 85,000، والسعر ده قابل للتفاوض إن شاء الله وقت المعاينة.